كل لقمة وليها حكاية. أنا فلة ودي قناتي مخبوزات فلة. يلا نبدأ. النهاردة هنعمل مع بعض الدوناتس بأسهل طريقة. تعالوا يا بنات نعمله مع بعض. المقادير: كوباية لبن، معلقة خميرة كبيرة، ولازم يكون اللبن دافي، مش دافي قوي يا بنات علشان ما يموتش منكم الخميرة، وتسيبوه 5 دقايق على ما نشوف الخميرة شغالة، عشان لو فاسدة هتبوظ لكم العجينة. ونحط 3 معالق سكر، ماشي، ونقلبهم، وعليهم بيضتين ومعلقة صغيرة فانيليا، ماشي يا بنات، ونقلبهم كويس جدا، ماشي، وسكر بودرة، سكر خشن اللي عندك حطيه. ونحط معلقتين سمنة يا بنات، وندوبهم كويس جدا، ونضيف عليهم دقيق، مش كله، خلي شوية عشان لو العجينة لقيتيها طرية منك وعايزة دقيق تضيفيهم. تقلبي بايدك، تعجني، تنكي، اعجني في العجينة لغاية لما تنعم معاكي خالص، ويبقى فيها تلزيقة بسيطة كده يا بنات. ايوه، الدقيق بقى اللي انت عندي لما العجينة تعوزه منك تحط شوية بشوية، مش تضيفيه كله عشان العجينة ما تطلعش ملكومة منك يا حبيبة قلبي. ماشي يا حبايبي. العجينة بقى ايه، اعجنيها كويس جدا، ماشي. النص كيلو ده يا بنات ما اقولكوش عامل حبة ما شاء الله، يعني تأكلي عيالك وعيال العيلة كمان ان شاء الله. ماشي، ونسيبها نص ساعة تخمر لما تبقى بالجمال اللي قدامكم ده، ماشي. ونرش دقيق تحت العجينة كده، ونجيب العجينة بقى نحطها يا بنات، ايوه، ونرش بردك عليها دقيق من فوق عشان ما تلزقش منكم وانتوا بتفردوه. ماشي يا حبايبي. تفرديها بايديك كده بس شويه، وبعد كده تشغلي ايه، النشابه بتاعتك، لو عندك مثلا عجله زي دي زي الفل، حلو. وطوالي تتاكدي اللي فيه دقيق تحت العجين عشان ما تلزقش منك، عشان لو لزقت منك وجيتي تعمليها هتبقى شكلها مش كويس. ماشي يا حبايبي. تفردوها بقى زي المنظر الجميل اللي انتوا شايفينه ده، كانت جميله قوي يا بنات، ماشي. وتمشي عليها ايدك عشان لو فيها حته عاليه ترجعي تاني تفرديها لما تبقى بسوا بعضها كله. ونجيب القطاعه بقى ونقطع ايه بالمنظر الجميل اللي انتوا شايفينه ده، ماشي. ماشي يا حبايب. ونجيب طبق تاني نرش عليه دقيق، ماشي. بعد ما قطعنا العجينة خالص لازم ترش دقيق على الطبق التاني ده، او تحط تحته ورق زبدة لو انت ما بتعرفيش تتعاملي مع العجينة، او تشيليها من على الطبق. حط ورق زبدة عشان يبقى سهل ليكي، كل حتة على قد حتة العجينة اللي انت هتعمليها بالمنظر اللي انت شايفاه كده، ماشي. وتشيليها بالراحة عشان ما تضيعيش خمرها، ماشي. تكش عليها او انت بتشيليها عشان خمرها ما يروحش. بصي قلبيها بالراحة كده، ما تخليش الشوكة تدخل تعمل لك خرم فيها، تطلع الهواء اللي جوه. بصي هتتنفخ لوحدها ويبقى منظرها تحفة زي ما انتوا شايفين. ماشي يا بنات. شفت منظرها ذهبية وجميلة يا بنات، حلوة قوي، وكانت مفرغة من جوه خالص مفيش عجين. ماشي يا حبايب قلبي. نشيلها بقى نحطها على ورق مناديل، ورق اي ورق عندك حطيه يشرب شوية الزيت اللي طلعوا معاها. ونجيب بقى ايه الشوكولاتة بتاعتنا ونحشي. عايزة اقول لكم يا بنات كانت تحفة، بصي فاضية خالص من جوه. والله نسيت اقطع لكم واحدة يا بنات عشان اوريها لكم من جوه، معلش اعذروني.
ماشي يا حبايبي. بصوا المنظر يا جمال، جمال 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 ما بعده جمال، يا جماله يا جماله. الله على المنظر، تحفة. صحة وعافية على قلوبكم يا رب. ايه رأيكم؟ بالهنا والشفا على قلوبكم يا رب. شفتوا الجمال يا ولاد؟ محشية بالشوكولاتة تحفة، حلوة قوي. ودي كمان محشية بالكاستر، ما اقولكوش كانت حكاية، كانت غنوة يا ولاد ما شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. اسيبكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.